كان عندي 4 حبات كده من اليوسفي على الكلامنتينا، فقلت اعمل بيهم حاجه حلوه، حاجه فايده كده ومحدش عايزهم، قلت نعمل بيهم حاجه حلوه. فنعمل بيهم كيك بس من غير ما نبشر بقى من بره القشره وناخدها، ولا نعصر اليوسفي او البرتقال زي ما بنعمل في الكيكه العاديه. لا، كله في الخلاط، سواء عندك اليوسفي اللي هو العادي ده او اللي هو اللي بنقول عليه الكلامنتينا، اللي هي بتبقى لونها غامق شويه يوسفي كده، بس بيبقى لونها غامق شويه كده وصغيره شويه عن اليوسفي. هناخدهم كلهم ونحطهم في الخلاط، وكل الوصفه هتبقى في الخلاط، مش هتاخد منا مجهود ومش هتاخد منا وقت، ولا هنبشر قشر اليوسفي ولا قشر البرتقال ولا نعصر ولا اي حاجه. هقطع بس كده 4 كده عشان بس يبقى سهل عليا في الخلاط، او نصين زي ما احنا شايفين كده، بالقشر بالبذر بكله. هنجيب بقى البطل بتاعنا اللي هو الخلاط اللي هيقوم لنا بالمهمه كلها، لا هنضرب بره ولا بمضرب ولا اي حاجه، كله في الخلاط. نحط فيها بقى الايه اليوسفي والكلامنتينا اللي احنا قطعناهم دول. هضيف عليه كوبايه من الميه السخنه. ميه سخنه ليه؟ لان احنا بنعمل معجنات، بنعمل كيك، اي حاجه لازم تبقى السوائل بتاعتي دافيه عشان تنجح لي المعجنات بتاعتي. حتى لو انا استخدم لبن، يعني حتى لو هتستخدم اللبن برضو يبقى اللبن دافي. ففرصه واحنا بنشتغل كده اقول لك على بعض النصايح تفيدك وانت بتعملي الكيك، الناس اللي بتعاني من فشل الكيك. يبقى عندي الميه السخنه، مش بتغلي بس ميه سخنه، واحطها على اليوسفي بتاعي. هاخد بقى الكلام ده كله واضربه في الخلاط عندي وانعمه خالص، وشوف هنعمل ايه بعد كده. ده اليوسفي بتاعنا بعد ما ضربناه في الخلاط. شوفوا يا جماعه جمال اللون، حاجه كده جميله قوي، وهتديني لون جميل جدا في الكيكه بتاعتي. بس طبعا انصحك وانت بتعملي العصير دوت ما تعمليهوش وتركنيه، لان احنا عارفين البرتقال واليوسفي والليمون والحاجات دي لما بتركنيها بتمرر شويه. فاعصري على طول، اضربي في الخلاط على طول، ويلا نصفيه ونعمل بيه الكيكه بتاعتنا. خلاص كده انا بتخلص بقى من القشر الزايده، من اللب بتاع اليوسفي، من البذر. هيديني بقى العصير الناعم، اللون جميل زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص خلصنا اهوت، ودي النتيجه بتاعتنا. ده العصير بتاعنا اهوت، شايفين جماله وحلاوته، والقشره مفرومه بالخلاط فرم جامد، يعني مش هتحسي بقى وانت بقى بتيجي تاكلي الكيك تلاقي حتت كده من البشر. هستخدم هنا بقى 3 بيضات ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. عايزين كل حاجة تبقى دافية عشان تنجح معانا الكيكة. حطينا المية سخنة مع اليوسف عشان يبقى العصير دافي. دوق البيض بدرجة حرارة الغرفة. لو انت مستعجلة والبيض عندك لسه طالع من التلاجة، ممكن تجيبي طبق فيه شوية مية سخنة وتحطي فيه البيضة بحالها كده، تاخد حرارة المية شوية، وبعدين تقوم على طول فقشاهم في بولة زي كده وتستخدمهم على طول، هيبقوا برضو دافيين مش ساقعين. هاخد بقى نفس الخلاط اللي انا ضربت فيه الحاجات، مش هغسله بقى ولا حاجه، احنا مش عايزين بقى نغسل كتير مواعين. نفس الخلاط اللي احنا عاملين فيه العصير، وابتدي احط فيه ال3 بيضات. احنا عايزين السكر يكون بتاعنا فاتح كده وناعم، عشان برضو يدوب معاكي بسرعه مع البيض ومع عصير اليوسفي، فيديكي كيكه ناعمه ما تبقاش مخرزه كده وفيها سكر بيقرقش فيها كده وانت بتاكليه. يبقى السكر يكون ابيض كده ويكون ناعم. حطيت كوبايه، وممكن تزودي كمان شويه، احط انا كوبايه وربع كده تقريبا عشان تبقى السكر بتاعها مظبوط يعني. عايزه تقللي انت كوبايه براحتك، عايزه كوبايه وربع زي ما انا هعمل كده، حطي كوبايه وربع. ادي الكوبايه، وادي الربع بتاع السكر اللي احنا قلنا عليه، ربع كوبايه. ودي كوبايه العصير الجميل بتاعنا. ايه رايكم في لونه؟ هنستخدمه على طول كله على بعضه، السكر والبيض والعصير. طب وانا في ناس عندها حساسيه من البروتين ومش عايزه استخدم بيض، احنا ممكن تعملي تزودي بدل ال3 بيضات تزودي كمان نص كوبايه من العصير دوت وتستغنى عن البيض، وتبقى هنا كده وصفه بعيده عن البروتين اللي عندهم حساسيه من البروتين، او للناس اخواتنا المسيحيين اللي هم مش بيستخدموا، اللي عايزين اكل صيامي يعني مش بيستخدموا فيه بيض ولا لبن. فهنا الوصفه ما فيهاش لبن، فعصير وفيها الدقيق، وهنستبدل البيض زي ما قلت لك بنص كوبايه من العصير زياده على الكوبايه دي. هضيف نص كوبايه من زيت، يكون زيت فاتح برضو ونقي. ممكن تضيف كمان عليهم معلقه من السمنه تدي لها طراوه شويه لو عايزاها دسمه شويه. هاخده يلا واضربه في الخلاط. بالنسبه للدقيق اللي انا هستخدمه، انا استخدمت 2.5 دقيق، مش هستخدم المره دي بقى نشا ولا حاجه. كنا عاملين الكيكه قبل كده اليوميه مع بعض وكنا حاطين عليها نشا، مش هنستخدم نشا. 2.5 من الدقيق، هما منخولين مرتين وهنخلهم كمان مره معاكم دلوقتي. هستخدم معاكم البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، بيبقى حلو قوي مع الكيكات. هنستخدم منه معلقه كبيره.
من عوامل نجاح الكيكه برضو ان انت تدخلي الدقيق اكتر من مره علشان يتخللوا الهواء كده ويبقى فيه هواء وتديكي كيكه ناعمه ومنفوشه وهشه. هنقلبه بقى كده وننخله مره كمان. احنا قلنا عملنا مرتين وادي المره الثالثه. ده بقى الخليط بتاعنا، البيض مع العصير مع السكر بعد خلاص ما امتزجوا مع بعضه. هضيف له كمان اللي هي احنا عارفينها في فانيليا كده، بتبقى فانيليا بالبرتقال، في فانيليا عاديه البيضه ودي فانيليا بالبرتقال، حتى بتلاقيها من جوه لونها برتقاني كده، يعني كمان بتديكي ريحه البرتقال وبتعزز لك اللون كمان. مش عارفه باينه كده ولا ايه؟ اظن باينه. شايفين اللون؟ هحطه بقى في اخر ضربه مع البيض، يعني انا ضربته وارجع بقى احط اخر ضربه احط فيه الفانيليا، عشان لما بحط الفانيليا من الاول وبضرب كتير ريحه الفانيليا بتروح. هضيف بقى شعرة ملح بس صغيره كده ما بين صوابعك عشان تعادل الطعم مع السكر اللي احنا حطيناه دوت. انا ابتديت ان انا اسخن الفرن بتاعي، ما بسخنتهوش من البدايه خالص، لان لو سخنتيه من البدايه خالص هيسخن معاكي جدا، وتيجي تحطي الكيكه بقى الكيكه تقوم تستوي من تحت على طول كده وتتحرق كمان وهي لسه نيه من جوه. ولو حطيتيه لسه بعد ما تخلصي الكيكه وقدت الفرن هيبقى الفرن بارد، وبالتالي الكيكه مش هتقوم معاكي بسرعه وتبقى برده معجنه. يبقى لازم تقيدي الفرن بس في نص العمايل كده زي ما انا قلتلك، مش من البدايه خالص ولا لما تخلصي خالص الكيكه. مهمه جدا نقطه التسويه في نجاح الكيك. الناس اللي دايما بتشتكي من فشل الكيك خلي بالك من نقطه التسويه بتاعه الفرن بتاعك. حطيت بقى هنا السوائل بتاعتي وابتديت ان انا اقلب، وتقلبي خف كده من تحت لفوق عشان الهواء اللي احنا دخلناه ما يطلعش تاني من تحت لفوق. تاكدي كده وانت بتقلبيه ان ما يكونش فيه دقيق راسي ده في قعر الطبق بتاعك. شايفين جمال اللون؟ ما شاء الله. جبت هنا صينيه مقاس 28 ودهنتها كويس قوي بالسمنه زي ما انت شايفه كده، مفيش حته ما فيهاش سمنه عشان لا تلزق معاكي ولا يطلع لونها حته فاتحه وحته غامقه، زي ما انت شايفه كده مدهونه كويس قوي. وبعدين معلقه من الدقيق وابتدي بطني بقى الصينيه بتاعتك بالدقيق زي ما احنا كلنا عارفين. الكيكه برضو النجاح الكيكه بيتوقف او ارتفاعها بيتوقف على الصينيه اللي انت بتستخدمها. صينيه صغيره هتطلع لك كيكه مرتفعه، صينيه كبيره هتطلع لك الكيكه طبعا مش مرتفعه. فهنا انا استخدمت صينيه، ممكن تستخدمي صينيه 28 او 26. بطناها كويس بقى بالدقيق من تحت ومن الجناب ومن كله. الصينيه بتاعتي بعد بقى ما بطنتها بالدقيق ونفضت الدقيق الزياده اللي انا مش محتاجاه، مش يبقاش فيها كميه دقيق كتير. وابتدي بقى نصب العجينه بتاعتنا بقى اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. هضربها ضربه كده على الرخام عشان لو في اي فقاقيع تطلع. ويلا بقى على الفرن رفع اوسط وعلى درجه حراره 180. والفرن زي ما قلت لك كان متقاد وانا بعمل، مش من اول العمايل، في وسط العمايل كده وانا بعمل الفرن عشان ميبقاش ساخن قوي. يلا نحطها في الفرن، هتاخد معانا حوالي نص ساعه. دي الكيكه بتاعتنا بعد ما خرجت ناجحه بكل المقاييس. شايفين اللون ولا الريحه كانت قلب الدنيا، والكيكه هشه وطريه زي ما انتم شايفينها. ودي الحتتين بصراحه اللي قدرت ان انا اصورهم اول ما خرجت خلصوها على طول ما شاء الله من حلاوتها وطعمتها. اتمنى ان شاء الله تجربوها كده وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنتات، ويا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.